في كل لحظة نحتاج إلى شخص يسندنا، إلى شخص يفضفض له، إلى شخص يوقف جنبنا بكل لحظة. لكن غالبا نجي نسمع يقول لك خيانة، يجي يقول لك نكران الجميل. لأنه باختصار لو جيت تشوف أي شخص كبير تقول له ينصحك يقول لك ما فيش شخص يدوم الشخص ولا ما فيش حد ينفع حد. لكن في شخص بهذه الدنيا يوقف جنبك بدون ما تطلب منه، يقدم لك أشياء بدون ما يبحث عن مقابل. دائما ما يتكلم أو يشعر فيك قبل ما تتكلم. هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعتني فيك من ذيك اللحظة اللي أنت تنتبه على هذه الدنيا. أول صرخة أطلقته كانت جنبك، قد صرخت قبلك 1000 صرخة، 1000 صرخة. أعتقد الوضع يعني لو جينا نتكلم عن شخص مش موجود معنا، مش طالب، مش دكتور، بنقول احنا الجندي المجهول. لكن عمر الأمة كانت الجندي المجهول، لأن دائما هي كانت الجندي الحاضر في كل لحظة بكل مكان. الشخص اللي يلبسنا في صف أول، الشخص اللي يجيب لنا المصروف، صاحب الأب يجيب كل شيء، لكن تبقى هي السند بالأول والأخير. مهما تكلمنا على الأم مش قادرين نوصل، مش قادرين نتكلم، فحينما نذكرها يضيق مجال العبارة، يتسع مجال الدمع في هذه اللحظات. لكن وأجمل هدية نقدمها لأمهاتنا هي يوم التخرج، يوم أن ترانا بهذه القبعات. وأقول سامح تكن في جدل الأيام أغنية، واكتب على الضوء أشعارا وألحانا، واسمع لقافية تغفو على فرح، واصنع من الشعر ياقوتا ومرجانا، وإلى أبيات من القصيد تلقيها بدر حبيب، والقصيدة على الأم وأسمع من أقوى الضحايا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل